البس الهاند فري واطفي النور ويلا علشان هنروح في تفاصيل رواية ما اتقالتش قبل كده. رواية النهاردة بتتكلم عن مالك وملوك الجن. في قرية قديمة على طرف الجبل، الناس هناك كانت بتنام بدري، بس مش علشان التعب، لأ، علشان الضلمة اللي بعد نص الليل اللي ما بتكونش آمنة خالص. مالك ده شاب متمرد، عقله دايما بيدور وبيسأل في الحاجات اللي الكل بيهرب منها. سمع عن بيت مهجور على أطراف القرية، بيت محدش بيقربه، واللي قرب ليه مرجعش زي ما كان. الليل ده مالك كان ماشي في الضباب، صوته بيتهدج وهو بيقرأ آيات الحماية، بس في قلبه كان فيه فضول قاتل. الباب القديم كان قدامه والريح بتخبط فيه كأنه بيتنفس. أول ما لمس المقشة اللي على العتبة سمع صوت خشن من جوه. الصوت بيقوله: اتأخرت، غسان مستنيك. في اللحظة دي الجو برد فجأة، وريحة بخور تقيل غطت على المكان كله، والضلمة بدأت تتحرك لوحدها. وهنا ظهر شمهورش بعينه الحمرة الطويلة، وزعفر جسمه كان مليان نقوش من نار، وخذلان اللي وشه نصه بني آدم ونصه التاني دخان أسود. ومن آخر الطرقة كان موجود غسان الدامس، طلع لابس عباية سودة مطرزة برموز غريبة، وابتسامة فيها وعد ووعد تاني. مالك كان واقف متسمر في مكانه، مش قادر يحدد إذا كان بيحلم ولا فعلا شايف اللي قدامه ده حقيقة. شمهورش كان أول واحد يتحرك، خطواته كانت تقيلة، وكل خطوة الأرض تحتها بتغوص كأنها رملة حية. زعفر كان بيزحف حوالين الحيطان، صوته همهمة مش مفهومة، لكنها بتعمل صداع في المخ، كأنها بتدور على أضعف نقطة فيك علشان تدخل منها. أما خذلان فكان واقف بيبص لمالك بعينه البشرية اللي فيها حزن غريب، لكن نصه التاني دخان وفي ملامح وشوش ناس كتيرة بتصرخ وتختفي. غسان الدامس مد ايده، وفي كفة كان فيه خاتم اسود، حجره بيشفط النور اللي حواليه. قال بصوت ناعم بس مليان تهديد: من دلوقتي حياتك مش ملكك، انت دعيتنا واحنا جينا. الهوا اتغير، ومالك حس برعشة غريبة في جسمه، مش برد، لأ، إحساس كأنه بيتفك من جوه. الشموع اللي كانت منورة المكان ولعت لوحدها، ونقوش غريبة ظهرت على الحيطان إنها بتتكتب بدم جديد. غسان بص لمالك وضحك: الباب اللي دخلته ما بيخرجش منه حد إلا بصفقة واحدة. مالك حس بخطواته بتتلزق فوق البلاط، كأنه بيتسحب غصب عنه ناحية غسان. شمهورش لف حواليه زي صياد بيعاين الفريسة بتاعته، وزعفر كان بيرسم بإيده في الهوا رموز بتولع وتختفي. أما خذلان فكان واقف ورا مالك بيهمس بكلمات مش مفهومة، لكن بتخلي جلده يقشعر. غسان قال وهو بيقلب الخاتم الأسود بين صوابعه: انت فاكر انك جيت هنا بالصدفة؟ لا يا مالك، انت كنت علامة ودمك ومفتاح الباب احنا مستنينه يتفتح من سنين. الحيطان بدأت تتشقق، ومن كل شق طالع دخان أسود جواه وجوه بتصرخ وبتلوى. الأرض نفسها اتحولت لدوائر محفورة، وفي نصها علامة كبيرة بتلمع بلون دموي. شمهورش مسك كتف مالك وقال: الباب هيتفتح الليلة وانت اللي هتختار مين يعدي. زعفر ضحك بصوت كأنه صرير معدن وأضاف: يا روحك، يا حد بتحبه.
مالك حس قلبه بيتخبط، وعرف إن الصفقة دي مش بس هتغير حياته، دي ممكن تغير العالم اللي هو عارفه. ومن وراهم سمع صوت ضربات تقيلة على باب تاني ما شافوش قبل كده، وكل ضربة كان معاها صرخة جاية من جوه. أصل غسان قبل ما يتولد مالك بسنين طويلة في نفس القرية كان في طفل يتيم اتولد في ليلة القمر مخنوق بالسحاب، اسمه غسان. الناس كانوا بيقولوا إن أمه ماتت وهي بتولده، بس في الحقيقة الشايب وهو اسمه محراب ده كان راوي الأساطير في القرية، كان عارف السر. الست ما ماتتش، هي اتسحبت من روحها قبل الفجر. غسان كان مختلف، عينه لونها رمادي باهت، كأنه طول الوقت شايف حاجات احنا مش شايفينها. ما كانش بيلعب مع العيال، كان يختفي أيام ويرجع، وفجأة يرجع بوش شاحب وهدوم عليها تراب المقابر. وفي ليلة من الليالي وهو عنده 13 سنة اختفى أسبوع كامل. لما رجع كان ماسك في إيده دفتر جلد أسود، والناس شافت بنفسها إن إزاي رجع ومعاه 3 كلاب سودة غريبة ما بياكلوش ولا بيشربوا، بس عينيهم بتلمع بلون نار. الدفتر ده كان فيه طلاسم من لغات منقرضة، الطلاسم اللي بتربط الإنس بالجن. وفي ليلة كسوف الشمس غسان عمل عهد دم مع 3 من أقوى ملوك الجن المنفيين، وهم شمهورش وزعفر وخذلان. العهد كان واضح، الجن يحموه من الموت والشيخوخة، وهو يفتح ليهم الباب للعالم البشري في اللحظة المناسبة. والمفتاح مش معدن ولا خشب، المفتاح كان لازم يكون دم من نسل معين. وده السبب اللي خلى عين غسان تقع على مالك من اللحظة اللي شافه فيها. وهنا مالك كان واقف وسط الدايرة الحمراء، قلبه بيرزع وكأنه عايز يهرب من ضلوعه. غسان قرب منه، عينه فيها لمعة من الجنون، وقال: فاكر لما كنت بتحلم وانت صغير يا مالك وتشوف أبواب من النور وأبواب تانية من الضلمة؟ كنت انت فاكرها أوهام، بس هي كانت رسائل ليك. الجن حوالين مالك بقوا ثابتين، وفجأة وكأن الكلام ده بيحمل وزن ميثاق قديم. وهو شمهورش بيبص لزعفر وقال بصوت غليظ: الوشم، وريلي الوشم. غسان هنا مسك ايد مالك ورفع كمه بالعافية، وعلى معصم ايد مالك كان في شكل غريب محفور في جلده من وهو طفل، علامة دايرة جوه دايرة، وفي النص نقطة حمراء كأنها نقطة دم منشفتش من سنين. غسان ابتسم ابتسامة باردة: العلامة دي مش وشم، دي ختم دموي من نسل الحارس الأخير، وهو جدك يا مالك. الكبير كان آخر واحد يقفل البوابة اللي احنا بنحاول نفتحها. زعفر بدأ يتمتم بطلاسم، والهوا بقى تقيل لدرجة إن مالك حس نفسه مش قادر يتنفس. خذلان هنا قرب منه وهمس: انت اتولدت علشان تموت الليلة او تفتح لنا الطريق. وفي اللحظة دي الباب الغامض اللي وراهم خبط تاني، لكن المرة دي الخبط كان معاه صرخة صوتها مألوف عند مالك، كان صوت شبه صوت أمه. وهنا مالك كان واقف في نص الدايرة ودمه بيغلي من الرعب والفضول. الصوت اللي سمعه كان واضح، نفس النبرة ونفس الدفء ونفس النداء اللي كان بيصحيه وهو طفل: يا مالك افتح لي. ايده ارتجفت وبص في عين غسان اللي كان واقف ورا الجن مبتسم كأنه بيتفرج على فيلم حافظ نهايته. زعفر هنا همس بصوت رخم لكن فيه سن: لو فتحت الباب مش هتلاقي اللي بتفتكره، هتلاقي الحقيقة. شمهورش هنا اتقدم وفتح الإقفال المعدنية اللي بتلمع باللون القرمزي، وبإشارة من صباعه القفل الكبير على الباب اتكسر زي الرمل. الباب ارتج ووراه كان فيه ضوء أبيض مش طبيعي، مش نور، ده كان كأنه عيون كتير بتبص من جوه. الصوت نادى تاني أقرب من أي مرة: مالك
لو بتحبني افتح. خذلان هنا قرب منه وحط نص وشه البشري جنب ودنه وقال له: لو ما فتحتش هتفضل طول عمرك تحلم بالصوت ده لحد ما تنام النومة اللي مش هتصحى بعدها. مالك مد ايده لإيد الباب، قلبه بيدق جامد وعقله بيصرخ، والهوا اللي حواليه بقى تقيل لدرجة إنه حس كل نفس بتخطف منه. ومن أول ما صوابعه لمست المعدن حس بإيد تانية دافية من جوه الباب كانت ماسكة إيده. وفجأة بين الهمسات طلع صوت واحد حاسم جاي من جوه دماغه: لو فتحت هتعرف كل حاجة، ولو سبت هتعيش لكن مش هتهرب من الحلم أبدا. لكن فجأة الباب رجع يتقفل لوحده وبقوة، ومالك اتسحب لورا في الدايرة، واللي شافه جوه الباب بقى مجرد خيال في عقله ما يقدرش يمسحه. مالك هنا قضى الليل كله مش قادر ينسى الإيد الدافية اللي مسكته ولا الكلام الغامض اللي سمعه. كان عارف إن أي حركة منه هتكون تحت عين غسان، لكن فضوله كان نار مش ممكن يطفيها أبدا. هنا مالك قرر يلعب لعبة الصمت، يوهمهم إنه خاضع وفي نفس الوقت يجمع خيوط الحقيقة. في نص الليل لما شمهورش وزعفر اختفوا في الظلال وخذلان كان واقف يحرس الباب، مالك اتسلل ناحية جناح مهجور من البيت، الجناح اللي قالوا زمان إنه كان مكتبة للشايب. الرفوف كانت مليانة كتب قديمة، بس في زاوية مظلمة لقي صندوق خشب عليه نفس العلامة اللي في إيد مالك. فتح الصندوق بإيد وهي إيده بترتعش. جوه كان فيه ورقة ملفوفة بخيط أحمر وجملة محفورة على الخشب من جوه، وهي بتقول: دمك مش لعنة، دمك مفتاح للختم التاني. الورقة كان عليها رسم قديم بيصور البوابة، والغريب اللي كان واقف ورا البوابة كان شبهه بالظبط، نفس الملامح نفس العلامة على إيده. وقتها فهم حاجة مرعبة: البوابة دي اتفتحت قبل كده وشخص من دمه وقف وراها بدل ما يفتحها. خطوات تقيلة قربت وصوت غسان جه من ورا الضلمة وبيقول له: كنت عارف إنك هتفتش. السؤال بقى، ناوي تبقى زي جدك ولا تكسر القاعدة وتفتح الطريق؟ غسان كان واقف قدام مالك وإيده الشمال ماسكة الخاتم الأسود، واليمين بتلف حوالين عصاية محفور عليها نفس الدايرة اللي في معصم مالك. هنا قال بصوت بارد: الختم الأول بيحمي البوابة والختم التاني بيحرر اللي وراها. مالك شد نفسه وقال: يعني أنا المفتاحين مع بعض؟ غسان ضحك بخفة وقال له: انت مش فاهم، دمك شايل ورث من الجد الحارس وهو جدك، لكن أمك هي اللي كملت الدايرة. القلب وقع في صدر مالك. أمي؟ زعفر انحنى ناحية مالك وقال له: الست اللي بتسمع صوتها دي ما ماتتش زي ما انت فاكر، هي محبوسة ورا الباب من سنين بين العالمين. الحارس الأخير كان لازم يضحي بنفسه، وهي اللي عملت ده بدل جدك. الهوا حواليهم بقى بارد فجأة، والباب بدأ ينور بضوء فضي نفس النور اللي شافه قبل كده. الصوت جه أوضح من أي وقت تاني وكأنه واقف جنبه وبيقول له: مالك، أنا هنا، افتح قبل ما يفوت الأوان. شمهورش بص لغسان بقلق: لو خرجت الصفقة كلها تنهار. غسان مد إيده لمالك وعينه بتلمع وقال له: افتح وخلي دمك يكمل الطقس، هتاخد أمك وهتاخد كمان القوة اللي خبيتها سنين. مالك وقف بين نور الباب البارد وعيون الجن التلاتة الحمرا وصوت أمه اللي بيكسر في قلبه، عارف إن الخطوة اللي جاية هتقرر إذا كان يحرر أمه أو يحرر حاجة أخطر من أي شيطان. الهوا في الغرفة كان بيصرخ من الصمت، كأن كل ذرة فيه واقفة على حافة من قرار مالك. إيده كانت ممدودة ناحية الباب، لكن قلبه كان بين دقات متسارعة
وصوت أمه اللي بيحاول يجره للضوء الفضي. شمهورش هنا بدأ يتحرك في دايرة بطيئة حوالين مالك، وصوته بيجلجل. اختار بسرعة لأن البوابة مش هتستناك. زعفر كان بيرسم رموز في الهواء، وكل رمز كان بيولع لحظة قبل ما يختفي. خذلان الغامض هنا كان واقف بين النور والضلمة، عين بشرية بتدمع وعين دخان بتلمع نار، وكأنه هو كمان محتار. غسان بص لمالك وكانت بصته كلها حدة، وبيقول له: اسمعني كويس، لو فتحت مش بس هتاخد أمك، انت هتاخد عهدنا والسلطة هتبقى في ايدك، لكن لو رفضت هتدفن انت هنا وهتدفن صوتها جواك للأبد. لكن في اللحظة دي حاجة غريبة حصلت. النور الفضي اتشق زي ستارة، وطلع منه ظل بيشبه أمه، لكن حواليه كانت فيه أجنحة من رماد وعيونها مش إنسانية خالص. الظل ده كان بيقول بصوت مزدوج، نصه حنون والنص التاني فيه شراسة، وبيقول له: مالك، ما تصدقش حد، المفتاح مش انت، المفتاح هو اللي جواك. الأرض اهتزت، والدايرة الحمراء بدأت تتكسر، وشرارات من حواليها بدأت تطلع، وأصوات الجن التلاتة بقت عالية وارتفعت بطلاسم غير مفهومة. القرار دلوقتي بقى مين اللي هيستعمل الفتح، ومالك شد نفسه خطوة قدام وابتسم لأول مرة من بداية الكابوس. لو عايز تعرف الباقي اسمع الحلقة اللي جاية وتابعنا.